حزب الله هذا حينما كان يحارب إسرائيل وقفت أدافع عنه ضد المشايخ في المملكة عندكم في السعودية، كبار المشايخ الذين حذروا من هؤلاء وحذروا من فتنتهم وحذروا من تقيتهم وحذروا مما يبطنونه في أنفسهم. أنا وقفت أدافع عنهم، ويبدو أن هؤلاء المشايخ كانوا أكثر نضجا مني وأبصر بالأمور مني، وأنا أخذت الأمور على ظاهرها. أنا أريد أن أجمع المسلمين، أريد أن أقرب بين المسلمين، مسلمين بيحاربوا الصهاينة، كيف أقف مع الصهاينة؟ ولكن يبدو أن المشايخ رحمهم الله إذا كانوا موتى وحفظهم الله إذا كانوا أحياء كانوا يعني أبصر مني. هؤلاء الذين دافعت عنهم جاءوا يقتلون إخوانهم في سوريا، كنا نظن أنهم إخوانهم ولكن قالوا لا. أقول لك كانت حزب الله في ذلك الوقت كان بيحارب إسرائيل، وإسرائيل بتحاربوا في جنوب لبنان. فأنا وقفت مع هؤلاء وقلتهم مهما كانوا مسلمين صحيح مبتدعين وعندهم كذا، ولكن بيقولوا لا إله إلا الله وبيعلنوا ولائهم للأمة فأخذت بالظاهر ووقفت مع هؤلاء، وكان معي كثير من المشايخ وضدي بعض المشايخ، ولكن تبينا أن هذا الإسلام الذي يظهرونه ليس إسلاما حقيقيا. الإسلام الحقيقي يظهر حينما يقوم شعب بكامل عن بكرة أبيه يقاتل الأسد الجبار الوحش الذي يملك السلاح ويقتل به شعبه، الشعب اللي اداله المال اللي يشتري به السلاح يقتل به هذا الشعب. هؤلاء الذين جاءوا يعني يؤيدون، كنا نظن ان الشيعة حينما جاء الخميني واعلن ثورته على الشاه، هؤلاء جاي ناس ضد الظلم، الشاه كان رجلا ظالما، فجاء هؤلاء يطردون الظالمين ويقيمون مكانهم العادلين. لابد ان نكون مع العدل ضد الظلم ومع الباطل ضد الحق، ولكن تبين لنا أن هؤلاء قوم مضللون يبطنون غير ما يظهرون، وفي أنفسهم ما لا يعرفه الناس وسيكشفه الزمن إن شاء الله.